السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، أنا جاي أتكلم النهاردة عن موضوع كبير أوي. الموضوع ده يخص البنات والصبيان، والبنات أكتر كمان. بصوا يا جماعة، الموضوع ده لسه معمول امبارح، يوم الجمعة امبارح بالليل، والموضوع لسه جايلي دلوقتي حالا. فأنا حبيت أطلع أقول عنه. جايلي من ضابط قوات مسلحة، يعني جاي من حاجة كبيرة وكده، والموضوع مش هزار. كل الحكاية ان امريكا حوالي شهرين تلاتة كانت عايزة تعمل حاجة تتجسس على التليفونات المصرية والتليفونات اللي هي بتاعت الدول العربية كلها. فدورت على حيلة او اي حاجة تعملها، فعملت حاجة اسمها اشعار كوفيد 19. الاشعار ده يا جماعة موجود في حساب جوجل. الاشعار ده اول ما بينزلوه، هم لسه منزلينه امبارح الجمعة حالا، امبارح الجمعة بالليل منزلينه على التليفونات، وهم مفعلينه وكل حاجه، مش انت اللي هتحتاج تفعله كمان. فكل الحكايه ان هم يعني ايه، عايزين يتجسسوا على كل تليفونات المصريين وكل تليفونات الشرق الاوسط، بمعنى اصح كله، والدول العربيه كلها. فعملوا الحكايه دي اللي هي اشعار كوفيد 19، ان هي بمعنى اصح هم بيقولوا كده، بيقولوا دي اول ما انت بتلقوا كورونا بتقولك. طبعا الكلام ده غلط، وغلط جدا كمان. فهم يعني ايه لعبة، يعني بيضحكوا بيها على المصريين والدول العربية. فانا جاي يا جماعة عايز الموضوع ده يلف في الواتس بحاله. البنات هتتأذى من الموضوع ده لو ما عملتهاش. البنات قاعدة في البيت او كده، وهم بيجسسوا من الكاميرا، لما هي الكاميرا الخلفية. وكمان الولاد عندك يا جماعة في البيت وكده، يعني الموضوع مش هزار، الموضوع بجد. فعايز الفيديو ده يلف في الواتس في اقل من اسبوع، يكون لف مصر كلها. عايز المصريين، وحتى يعني دولة عربية تانية طلعت اتكلمت عن الموضوع ده، مش مصر بس. ده اول فيديو تقريبا تنزله مصر. فانا جاي اقول واتكلم. بصوا يا جماعة، انا هقول لكم ازاي تلغوا الخاصية دي. هتخشوا على الاعدادات، ادي الاعدادات، وهتروحوا عند حاجة اسمها حساب جوجل اهي دي. بصوا يا جماعة اهي، اسمها اشعار التعرض للفيروس كورونا. بصوا هتدوسوا على النقطتين دول، واستخدام والبيانات التشخيص. بص، انا خلاص، يعني انا لغيت تفعيلها. هي كانت كده كده. هما بيتجسسوا عليا من امبارح بيتجسسوا عليا. انا جيت صاحي الصبح على طول، اول ما عرفت الموضوع ده